احنا محتاجين نتكلم عن حاجة مش بنسألها كتير. هو مين قال ان القوة معناها ان احنا ما نحتاجش حد خالص؟ ومين قال ان الست الناجحة لازم تشيل كل حاجة لوحدها؟ يا مساء الخير، في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. حلقة النهاردة هي الحلقة الرابعة من مش لازم نتفق، اللي بنتكلم فيها عن موضوع قد تتفقي او تختلفي معايا. وحلقة النهاردة بنتكلم عن الجيل القديم وموروثات الجيل القديم. تخيلي معايا كده ست من 20 أو 30 سنة فاتوا، كانت بتشتغل أو غالبا كانت ست البيت، بتطبخ، بتربي، بتستحمل مشاكل الجواز، بتسمع استحملي عشان البيت، استحملي عشان العيال، جوازنا جواز نصارى، مفيش حاجة اسمها طلاق عندنا. لو مش قادرة تخلف تاني واستكفت بالولاد اللي عندها يقولوا لها انت ما بتعمليش حاجة جديدة، ما كل الستات بتخلف، ما كل الستات بتستحمل. لو عندها مشاكل في الجواز وده كان غالبا بيحصل، انتي برضو ما بتعمليش حاجة جديدة، ما كل الرجالة لعبيين، ما كل الرجالة بيغلطوا، انتي لازم تغفري، انتي لازم تسامحي. فالست دي اتعلمت حاجة واحدة بس، انها تشيل وتشيل وتشيل، لحد ما افتكرت ان هي دي القوة. ولما جت تربي بنتها علمتها نفس الدرس بالظبط، مش لانها هي كانت عايزة بنتها تتعب، لا، لان هي كانت فاكرة ان دي الطريقة الوحيدة اللي المفروض تعيش بيها حياتها. من هنا بقى حصلت المفاجأة. الأم كانت بتحاول تحمي بنتها من وجع معين، لحد ما من غير ما تقصد ورثتها وجع تاني، وورثتها خوف من الاحتياج، وورثتها ان هي تستحمل اكتر من اللازم، وورثتها فكرة ان البنت الشاطرة هي اللي محدش يحس انها تعبانة. ولما تقولك انا عمري ما طلبت، دي جملة انا متأكدة ان انت سمعتيها، ان مامتك جت تقولك انا عمري ما كنت بطلب، وكانت بتعتبر ان دي حاجة كويسة، اكنها as if it's a sacrifice، ان هي بتضحي بحاجة، ودي حاجة مش مزعلاها، بالعكس دي تضحية تشكر عليها طبعا، بس هي ما كانش لازم تضحي. لكن هي تقولك ايه لما يبقى، خصوصا لو في مشاكل في البيت، كانت دايما تقولك انا استحملت عشانكم، انا ضيعت عمري عشانكم، انا عملت كتير قوي عشانكم. فبقت التضحية هنا حاجة بتورث، بقت البنت حاسة ان دي حاجة لازم تعملها، ولو ما عملتش كده فهي مش هترتقي لمنزلة الامهات ومنزلة الستات الجدعة ومنزلة الناس اللي كانت بتستحمل. ولو ركزتي هتلاقي ان اغلبنا لما بيتعب بيسمع صوت مش صوته، صوت مامته غالبا او جدته، كلمة استحملي، ما تعيطيش، انت قدها، رغم ان يمكن كل اللي كنا محتاجينه حد يقولنا تعالي ارتاحي شوية. يمكن الفرق اللي ممكن نختلف عليه إن أمهاتنا كانوا شايلين لأن هم ما كانش عندهم اختيارات تانية أو ما عندهمش اختيارات كتير، لكن إحنا بقينا بنشيل حتى وإحنا عندنا اختيارات عشان مش عايزين نتحط في نفس البوزيشن اللي هم كانوا فيه. يعني for example لو هنتكلم عن الجواز، هم مثلا حصل لهم ترومز معينة من الجواز، فإحنا بنحاول على قد ما نقدر نتفادى هذه التروما عشان ما نورثهاش، ما أكنها كده vicious cycle مش عايزة تخلص، سايكل مش عارفين نكسرها. فبقينا بنرفض المساعدة، بنخاف نعتمد على حد، بنعتبر ان التعب وسام شرف نحطوه على صدرنا، كأننا بنثبت لنفسنا كل يوم ان احنا نستحق لقب البنت القوية الجدعة. انا برضو مش عايزة اتحامل على الامهات عشان حرام، هم فعلا يمكن ما كانش عندهم طريقة تانية، هم ما كانوش يعرفوا حاجة غير دي، وده مفهومهم. لكن احنا عندنا فرصة هم ما كانتش عندهم خالص الفرصة دي، إننا أخيرا نقرر نكسر الدايرة. مش إننا نبطل نبقى أقوياء، لا خالص، لكن نبطل نفتكر إن القوة معناها إننا نوجع نفسنا في صمت. يمكن أعظم هدية ممكن نقدمها لهم إن إحنا نكسر السايكل دي، ومش إنك تشيل الدنيا كلها لوحدك. والقوة الحقيقية إنك تعرفي إمتى تشيلي وإمتى تسمحي لحد يشيل معاكي. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا إن انتي كملتي معانا في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان نعرف نتكلم أكتر مع بعض. ولو عندك أي suggestions لتوبكس حابين نتكلم فيها ياريت تقوليلي، ولو حابين نطول مدة الحلقة ياريت برضو تكتبيلي في الكومنتس.